ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ احنا هنعمل رز سمك اللي هو رز الصيادية. حطينا الزيت وحطينا البصل لما يتحمر اوريهولكم. بصوا يا حبايبي، البصل اتحمرت قوي اهي. حطينا فلفل حراق احمر وحطينا طماطم للرز الصيادية. ساعات بنعمله بالبصل بس وبتعمليه قوي، تحمريه قوي قوي وتعمليه وتحطي الرز. وساعات بنعمله بالطماطم وكده وفلفل، بيبقى طعمه حلو. هنا بقى نعمل صينية بطاطس بالسمك. جايبين سمك ايه بولتشي مقطوع جزع وهوريكم بيتحط. وهنا حطينا الرز. حط الميه بتاعته، حط الملح والفلفل. حطينا ملح وفلفل اسود وكمون، وتقلب اهو. لما يتشرب هنوطي عليه. بصوا يا حبايبي، حطينا حلق بصل دعكناه ملح وفلفل، وحطينا الطماطم وحطينا البطاطس اهي. واوريكم هنحط بنملح السمك ونحطه السمك اهو. هنا حطينا توم وفلفل حراق وكمون وفلفل اسود وليمون، وهنملح السمك. السمك بتملح اهو. حطيناه فوق البطاطس. هنملح كده ونحط على البطاطس، بعدين نحطه على النار وبعدين في الفرن واوريهولكم. بصوا يا حبايبي شكلها جميل ازاي. صينيه بطاطس بالسمك. سمك مقطعينه جزل وحطيناه فيه، وهو ما نيجي نغرفه واوريهولكم. هنحطها بقى ايه تستوي وبعدين نحطها في الفرن. لو عجبتكم يا حبايب قلبي الطريقه دي والوصفه دي، من فضلكم تبقوا تحطوا اشتراكات ولايكات والشير. شيروا الاكل عشان الكل يعرف يعني ويجوا. ولايكات يا حبايبي واشتراكات كتير. وميرسي قوي. بصوا يا جماعه، الرز اهو الصياديه اللي وريتهولكم، وصينيه السمك بالبطاطس اهي. البطاطس مستويه قوي اهي والسمك مستوي. اتفضلوا تعالوا كلوا بألف هنا والشفا.